السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا هنبدأ في سلسلة الأبراج، مستمرين زي ما احنا في سلسلة الأبراج. طبعا النهاردة هنتكلم عن برج الثور. طبعا احنا هنتكلم عن برج الثور بشكل واقعي شوية. وأتمنى من ربنا إن كل الناس تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. والله اللايك والتعليقات بتاعتكم بتشجعني جدا وبتخليني ان انا اكمل في سلسلة الابراج واكمل في الدعم اللي انتوا طالبينه مني. واتمنى من ربنا ان انتوا تدعوا لاخواتنا الفلسطينيين، ربنا ينصرهم باذن الله. ويلا بينا نبدأ حلقتنا، يلا بينا. طبعا لو انت شايف نفسك من البرج ده اللي هو برج الثور عامة، فما تقلقش جدا. طبعا انت عارف كل شيء اسمه نصيب. تمام، طالما احنا بنتكلم عن برج الثور اقول لك ان هو برج الثور ده لسه مبتدئ في الحياة، مبتدئ في الحب. يعني نسبة الحب بالنسبة له ضعيفة جدا. اقدر اقول لك ان البرج ده برج جذاب، جذاب جدا. زي ما بيحب بيكره، بس الكره عنده سريع، سريع زيادة عن اللزوم شوية. هقول لك سريع ليه. طبعا البرج ده لو حد بيحاول ان هو يبعد عنه، بيسيبه يبعد عنه، بيسيبه يبعد عنه، ما بيتمسكش بيه جدا. بس في سنة صغيرة إيجابية. الإيجابي بالنسبة له من الحاجة اللي هو بيحبها ما بيتخلاش عنها، ما بيتخلاش عنها. إن هي دي زي ما بيقولوا كده نقطة ضعفه، نقطة ضعفه ونقطة ذكرياته كلها مع البرج ده. أو بيحب الشخصية دي لأتفه الأشياء، بيموت فيها بمعنى أصح، سواء صديقة أو أي شيء. ما بيتخلاش عن حاجة هو مسك فيها بإيده وسنين. في حاجات تانية طبعا نقدر نتكلم عنها، سلبياته قبل إيجابه. طبعا نبدأ بسلبياته. إن هو سلبياته بسيطة جدا، بسيطة جدا 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 يعني. هو طبعا البرج ده سلبياته إن هو الشيء اللي هو بيبقى حاول يتمسك بيه بيسيبه. ما بي ما بيخل ما بي ما بيبقاش يعتبر بمعنى أصح، ما بيبقاش ماسك متخلى عنه. لا، هو بيسيب الشخص اللي بيحاول يبعد عنه. لو انت برج الثور اعرف ان في شخص بيحاول يبعد عنك وانت بتحبه. انت ما بتكرهوش، لا انت بتحبه، بس هو بيبعد عنك. ليه؟ ما تعرفش. في حاجة بتربطكم ما بين بعض، سواء صداقة او حب او اي شيء، بس هو بيبعد عنك عشان حاسس بحاجات غريبة جدا، وشايف ان هو الحاجة دي نقطة ضعفك انت. ده طبعا دي سلبياته. ايجابياته هي طويلة جدا يعني، بس انا هحاول اقصر لك الكلام شوية. ايجابياته بالنسبة للحب، هو بيحب، هو بيحب، بس اللي بيحبه ما بيحاولش ان هو يبعد عنه نهائي. تمام. آه في حاجات تانية كتير طبعا تربطه، يعني زي ذكريات، مشاعر، يعني زي آه، او اي حاجات تانية يعتبر بمعنى اصح ان هي بتربط ما بين برج الثور بشخص برج الثور تاني. سواء اي اتنين مخطوبين، بمعنى اصح اي اتنين مخطوبين والاتنين برج الثور، اعرف ان البرجين دول، البرج ده لا ينفع يرتبط ببعضه.
اقول لك مثلا البرج ده يرتبط ببرج تاني، ماشي، لكن البرج ده يرتبط ببرج الثور زيه، صعب. انا بقول لك صعب، وما تحاولش ان هو البرجين دول يتوفقوا مع بعض نهائي. اعرف ان هيحصل ما بينهم مشاكل وشوية ضغوطات هتقابلهم. اعرف ان الضغوطات دي مستمرة معاهم ومطولة معاهم زيادة عن اللزوم شوية. بمعنى أصح، أنا مش عارف لهم أي شيء البرجين دول، إذا كان بيرتبطوا أو بيكملوا علاقة مع بعضيهم كويسة، أقول لك بنسبة 30%، لكن البرج ده بيحب بنسبة 80%. وطبعا دي نهاية حلقتنا، واشكركم جدا يا اخواتي اللي انتوا كملتوا الفيديو للاخر. وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وكل حاجة حلوة بالنسبة لكم. واهم حاجة التعليقات تكون مستمرة، عشان انتوا اللي بتشجعوني والله. ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم.